به کومبیلی مجی سر رکا شهید آیم شهید هوان ساکین جانسز همه مرو سر رحیب دقو که رزگارتن سر رحی شهید شهید رباری تو بشینیم یعنی به شورشه کرد و کردستان سرد که جن صاروف جنه دا دست بگن اگر بود به جن آزاد نبه شورش آزاد نبه یعنی وکید به جی خود دست بگن صاروف جی تم وارد به جمالی خود دست بگن و پاش جی دست به شورشی مازم بگن جمالی ملو یعنی مثال ام سر خان ام دخوازن قچکی مراج چیتر بید تچقا کور دکه تچقا خوابات دکه جبو رکیت تیرو چیه قچکی تا تیرو ناره سروک جی نفس وی بیدای دست بید که دست بید که دو مثلا ایستان سیفیل بی زلیل بی زحمت بی نخواست تاری کاری خلقه بکه گوی کاری خلقه کرد نخواست قچکی گندو کاری خلقه بکه سروک جی نفس وانا دست بید ما هم دبین مثلا والله هینی ساکین جاسوس شهید کردیم ما هم با کلا شهید کرد اوجی خدان دیت بی اوجی خدان بوبت بی اوجی خونده کار بی ویجی کانی مولک خواه کرو ویجی کانی سربست بعیشو وقت نها هم سربست بعیشن یعنی بس تشتن های خود ده پیشی بی تشتی نهاد چقش قشکی خورده که قشکی خو تجاره که براستی پر انسان های لپاش خنان ره لخدانت خنان ره یعنی دشمناس که مع انه وی دیگه وی خدانی خفیدال کریه مع رغم ذلك جي في انسان جبر ما هو شهيد بن خير جبر ما هو شهيد بن لاني تشتن هاي يعني هي خدانا جدايقة افضل ترى شيء اخر زمانه عادات وتقاليد خير انسان كيش عادات وتقاليد خدا كافي خير تكيب زماني قناة نوسكرن خير تكيل سر اخر سر بس يعني نفح صيبه خير تكي نفح صيبه خير تكيب نظم وزوري دابه يعني دغين هو في حفلنا شهيد كافل نشكر شهيد كافل جبر جيلي عجر شهيد كافل جبو قفان ظلم وزوردي انه جيلي عجر نبني جيلي عجر نبني طبعا جبر بفاي جبر طبعا هر انساني كل سرخ اسود كيوني مكا امي هبنا ناقشت الهدف خو ام بو في شهيدنا ام چبك البوم شهيد نقدر تشما واري خصنا من دغين تاخذ في دوي قشكي خدكي مثلا ظلم وزوري تتيرا دربوز بي تنوخزي قشكي تتيرا دربوز بي لبي انساني هقا صراع بين وفاندن وظلم وزور وديار وجيشتن استاكي ارتامي وكيد بي يعني حد تشتكي خطيه هات ناس كرم مقول هادي نو مثلا عم دبين صاروك مثلا هقا مثلا ملاك كون كريم انه بخوف ملاك هات كون كرم اكيد بخونا هات كون كرم برشيبين جديد تعذبين جديد ظلم جديد زور جديد واكيد بي هم بخو ناوت شيء كرنا عم دبين مثلا شورش كي أوفاد بين شورش كي أوفاد بين بس شبه البدهري صاروك تم خاص إنه دشمن ولا داخلي شو سيطرة لسر جنيه هاد كرن جيالي مير دا جيالي براكا دا جيالي يعني حد تشتكي دا جن تم هاتي ظلم كرن تم هاتي ظلم كرن ينج بريجي إنه دولات وأكيد بدولات شيء ظلمت تبي نازل دولاتها صاروخ خاص تم في تشتيه ولا داخلي جنيه دا دست بيكي وحطاني انه اكيد بي ونبت الشهيدة ساكينة جونسز بحضارة جن شهيد بحضارة جن شهيد واكيد بي ام بي جنات ينن بريخة وام بجديخة الباي وان بطاوينن انه ام كوري بي جنات واكيد بي نبجده هيشتنا ام بسربكا جيلي واري بسربكا جيلي واري بسربكا نها مثال انه في هقص مثلا ساكينة جونسز وقت بانه دسته صاروخ راس دي يعني وقت کار و خواد کرد ساعتی گیشت هدف هات ناس کردن دولت داده آرتا وکید به انو خلقی عالم پیدا کرد به سیاست خارجی گیشت به آسته شهید اخستن
خير ناخذ جنب السركفة بالذات ملاكي كنت ناخذ بالسركفة. نحن اليوم بذكرى 9 كانون الثاني، هو يوم أسود بينعاد، يعني يوم شقف هيدا اليوم، بس بنفس الوقت هيدا يوم للذكرى لتقوية الإرادة من أول وجديد. ليش هيدا اليوم بنعتبره نحن تاريخ مؤلم لنا؟ بهيدا اليوم تم استشهاد فيه الأيقونة الشهيدة سكينة جنسيس ورفقاتها بالعاصمة الفرنسية بباريس. هيدي المجزرة اللي صارت هي شاهدة على، يعني كانت شاهدة على الاحتلال التركي، شاهدة على تواطؤ السلطات الفرنسية مع الاحتلال التركي، مع المخابرات التركية، لحتى ينالوا من إرادة المرأة الحرة. إرادة المرأة الحرة وين ما كانت، مش بس المرأة الكردية. مين هي سكينة جنسيس؟ ليش سكينة جنسيس تم اغتيالها هي؟ ليش هيدي الأيقونة، ليش هي أيقونة؟ سكينة جنسيس هي فتاة اسمها الحركي كان سارة. معروف، هيدا الاسم معروف لكل حدا كردي، لكل حدا ثوري، لكل حدا بيطلع على نضالات المرأة. اسم سارة معروف، سكينة جنسيس مربوط باسم سارة ومعروف هيدا الاسم. هي من مدينة ديرسم التركية، كردستان تركيا، من مدينة ديرسم كردستان تركيا. هيدي المدينة يلي انتفضت ضد الظلم. هيدي المدينة من بعد ما انتفضت وقالت للظلم لا، تم المجازر بقلبها. واخر مجزرة صارت فيها ب 1938 تم قتل الالاف، تعذيب النساء حتى الموت، حتى غيروا الاسم المدينة من ديرسم لحتى صارت اسمها طولونج بالتركي. هيدي المدينة حتى الأطفال يلي بقيوا حاولوا يتركون، يعني يعملون أتراك، أخذون على مدارس تركية لحتى يعملوا إبادة وسهر لشيء اسمه كردي. فحتى يعني حتى يغيروا لهم تفكيرهم، ذهنيتهم، ثقافتهم، لحتى يعني يصير في إبادة كلية لشيء اسمه كردي. هون سكينة جنسيس هي هيدا الشيء استغلته، مش انه بالعكس، يعني هيدا الشيء قوى ارادتها، خليها تنتفض على هيدا الشيء، انتفضت على العائله، انتفضت على المجتمع، انتفضت على الكل، وقالت لا هيدا الشيء ما بدها. يعني من هي وصغيره، من هي وشابه، من هي بالجامعه كانت تنتفض ضد اي ظلم، كان تفكيرها اشتراكي ديمقراطي حر، كانت تدافع عن المظلومين. هاي قبل ما تفوت باي شيء اسمه ثورة، حزب، أي شيء، هي كان طبع هيدي الإنسان، هي عندها الإرادة الحرة اللي ما بتقبل بالظلم، ما بتقبل بأي شيء اسمه اضطهاد، بتدافع عن أي حدا، عن أي شيء ظلم، يعني كانت تدافع عنه. ب 1978 انضمت سكينة للحزب. كان الحزب بعده ضمن تأسيسه كانوا بالعشرات أو حتى أقل، يعني تحت 100، يعني كانوا ضمن أعداد كتير قليلة. انضمت للحزب ولحتى تكون هي بصفوف هيدا الشيء وتقدر توصل الشيء اللي هي بدها اياه، يعني لقت حالها هون النضال هون اللي لازم نحن نكون فيه انه حرية. تم اعتقالها لسكينة مع رفاقها يلي كانوا هن من مؤسسين الحزب، وتم سجنهم. هيدا الشيء لما حتى هي بالسجن كمان ما وقفها هيدا الشيء، مش انه هي بالسجن خلص انا بالسجن ما اقدر اعمل شيء، بالعكس حولت السجن لساحه نضال، صارت بالعكس تدافع اكثر، وصارت توعي اللي حواليها وتقول لا نحن هيدا المجتمع حر، هيدول نحن شعب حر، ما لازم نبقى بهيدا، يعني حتى فكرة الحرية فاتت معها على السجن، رغم هي بالسجن ضلت حرة، يعني هن قدروا يسجنوا جسدها بس ما قدروا لحتى يسجنوا فكرة، بالعكس هي كانت عم تعمل ساحة نضال بقلب السجن. هيدا الشيء بعد فترة من السجن ب 1991 تم الإفراج عنها وذهبت على أوروبا، من بعد ما أكيد أخذت تدريب لحتى هي تصير هناك عم تدرب نساء بأوروبا.
يتم تدريبهم. كيف تم اغتيالها وايمتى؟ بتسعة كانون الثاني 2013 تم اغتيال سكينة مع رفاقها الاثنين اللي هن فيدان دوغان وليلى تشلمس. تم اغتيالهم بقرب المعهد الكردي بالعاصمة الفرنسية بباريس. تم اغتيالهم على يد عمر. من هيدي هي بتخاف من كل امرأة حرة مناضلة، هي خافت منها، يعني هي متخوفة، يعني هي بتخاف لأنه هي بتعرف المرأة الحرة وين ممكن توصل الشعب، وين ممكن هي توصل بهيدا الشيء بحريتها بإرادتها بنضالها، حتى بنضال الشعب الكردي. هي من خوفها بيتم اغتيال إن كانوا النساء وحتى الشعب الكردي، الإبادات اللي بتصير بحق الشعب الكردي. حتى اليوم دائما الاغتيالات عم بتصير، والتطهير العرق اللي عم بيصير، والسهر للأكراد والمجازر يلي عم بتصير حتى بشمال سوريا، شمال شرق سوريا بروجافا، العمليات اللي عم تعملها تركيا، القصف يلي عم بيصير، القتل، حتى يعني مش بس يعني هن كان خوفهم اكثر شيء يمكن من اي حدا قائد، اي حدا مفكر، حتى هي عندها خوف من الشعب الكردي، من الشعب الكردي بحد ذاته هي بتخاف منه. يعني هي بتعرف انه هيدا الشعب هو شعب حر، بيخلق هيدا الشيء موجود فيه، الحريه، النضال موجود بقلب، يعني ممكن يمشي بدم الشعب الكردي هيدا الشيء. فهي خوفها بطل بس من اي حدا مناضل، صارت تخاف من الشعب، صارت تقتل، يعني المجازر اللي عم تعملها حتى بحق الشعب الكردي، مش بس بحق المناضلين. كمان يعني هي لما جربت تخفي تركيا انه هيدا الشيء، انه نحن عمر ما بنعرف وكل هيدا، بس بين انه عمر هو عضو فعال بالميت التركي، وكمان كان مستلم ملف لقتل سكينة جنسيس بتعليمات مباشرة من أردوغان، وكمان تحت إشراف مباشر من حقان فيدان اللي هو رئيس الميت التركي. هلا نحن يعني هن تم اغتيالها لسكينة، بس هيدا الشيء مش وقف العزيمة الكردية ولا وقف نضال النساء، بالعكس هيدا الشيء فتح مجال أكثر لكل النساء إنه هن يشوفوا هيدا الشيء، يمشوا على نهجه ويمشوا على خطى سكينة جنسيس. هيدا الشيء عطى إرادة أكثر، عطى خلى النساء يصير في عندهم إرادة أكثر لحتى يقدروا يوصلوا لهيدا الشيء. يعني صار الآلاف على خطاها لسكينة، آلاف النساء مشت وصارت سكينة أيقونة بالنسبة لكثير من النساء. يعني باليوم يلي تم فيه اغتيالها لسكينة، هيدا اليوم يلي انتهت فيه حياة امرأة، هي امرأة عاشت حياة استثنائية، حياة مليئة بالنضال، مليئة بالحرية، مليئة بالسياسة، بالدفاع عن المظلومين. هيدا اليوم يلي تم فيه استشهادها بالعكس خلق آلاف من النساء المناضلات يلي عطى فرصة ودافع لكل النساء انه يكونوا عندهم هيدا الدافع لانه يكونوا عم بيدافعوا عن هيدا القضية وعن الشعب الكردي. فنحن يعني اليوم حابين نقول انه صحيح هو يوم مؤلم، هيدي الذكرى يوم مؤلم، بس هو دافع كثير قوي لنا لنحن نكون عندنا الإرادة الأقوى للدفاع، مش نحن كنساء أولا يكون عندنا هيدا الشيء، وكنساء كردية يعني نحن عندنا الاثنين، انه نحن نساء عندنا الإرادة القوية، ونحن كرديات عندنا الإرادة والقوة الأكثر، يعني انه نحن ندافع عن حقوقنا وعن الشعب الكردي. شكرا.